الاخبار؟ يا رب تكونوا بخير. حابب النهارده اقدم معاكم في اللوتري. كل اللي انت محتاجه هيبقى الصوره الشخصيه بتاعتك، وحاول تتصور بره في اي استديو. خلاص، قول له انا محتاج صوره اللوتري. الموضوع مش صعب. انا هقدم من الموبايل، ما رضيتش اقدم من اللاب عشان يبقى الامور سهله. هتكتب هنا لوتري، خلاص، وتكتب 2026. هتلاقي اول نتيجه عندك خالص اهي، هتخش عليها. وبعد كده اول حاجه خالص دي التعليمات. تاني حاجه دي بيقول لك يعني اكزامبل على الصوره، ان هي تكون خلفيه بيضاء، تكون ما فيش ابتسامه، وشك كله باين. يعني تفاصيل وشك كلها باينه، ما يبقاش يعني الموضوع اكتر من ان تفاصيل باينه، والوش يكون باين، ما يكونش فيه اي حاجه مغيره شكله. خلاص. و تكون الخلفيه بيضاء. فوتوشوب غير فوتوشوب، هو كل اللي محتاجه ان يكون وشك نفس وشك، ما تغيرش في ملامح وشك. خلاص. دي كده بالنسبه للتفاصيل بتاعه الصوره. عشان تقدم بقى هنا اخر حاجه خالص، ان انت تعرف الحاله بتاعتك بتاعه السنه اللي فاتت لو انت قدمت السنه اللي فاتت. وهنا في بينج انتري، دي هتدوس عليها. خلاص. اول حاجه هيطلب منك هنا الحروف، مش محتاج تكتب كابيتال ولا سمول، هو كده كده بيكتب اوتوماتيك يعني. خلاص. سبميت. هنا بيطلب منك اللاست نيم. خلاص، هنكتب هنا احمد. لاست نيم ده اللي هو الاسم الاخير بتاعك. اسمك اربع، يعني الاسم بتاعك 4 اسامي او 5 اسامي في الباسبور. خلاص، هتكتب الاسم الاخير خالص ايا كان الاسم الاخير ده ايه. خلاص. والاسم الاول هتكتب هنا الاسم الاول، هنسميه محمد. خلاص. على حسب بقى السبيلنج بتاعك في الباسبور. لو انت ما عندكش سبيلنج، ابتدي شوف الاسم اللي انت هتكمل بيه حياتك هنا، وابتدي قدم بيه. خلاص. فهنا بنتعامل باللاست نيم. لاست نيم ده الاسم الاخير خالص، والاسم الاول بتاعك. اسم والدك واسم جدك يعني تقريبا ما بتستخدمهمش يعني انت ما بتستخدمهمش فعلا يعني. خلاص. فهنا كتبت الاسم الاول والاسم الاخير. وهنا الميدل نيم ده كل ما في النص، يعني اي اسم في النص هتكتبه ما بين الاسم الاول والاخير، سواء بقى اسمك 5 اسامي، فهنا هتكتب الميدل اللي هو ال3 اسامي اللي في النص. لو اسمك عباره عن انه 4 اسامي، هتكتب الاسمين اللي في النص. خلاص. هنا هنكتب كريم امير مصر. خلاص. يبقى هنا الاسم الاخير، او الخانه دي الاسم الاخير، هنا الاسم الاولاني، وهنا الاسمين اللي في النص او ال3 اسامي اللي في النص. خلاص. لو طبعا انت مش عامل باسبور، فهتكتب 4 اسامي، انت مش محتاج اكتر من 4 اسامي. طبعا لو الخانه اللي في النص اللي هي الميدل نيم دي ممكن ما تكفيش، لان هي ليها ليميت معين. خلاص. هتيجي هنا الفتره هتلاقيه بص وقف معاك. فانت لو اسمك اكبر من كده ما تقلقش، قدم بالاسم يعني لغايه لما الخانه تاخد، والباقي مش مشكله، مش هتعمل لك ازمه بعد كده. خلاص. هتحدد هنا ميل ولا فيميل. خلاص. وهتكتب هنا تاريخ الميلاد، شهر 7 يوم 11 سنة 1998. خلاص. طبعا احنا بنقدم ببيانات وهمية، يعني البيانات دي مش حقيقية. هنا هتكتب المدينة اللي اتولدت فيها، كايرو. وهنا هتكتب طبعا ايجيبت. لو انت طبعا من بلد تانية هتكتب البلد بتاعتك، ايجيبت. هنا بيقول لك ان البلد بتاعتك مؤهله للتقديم ولا لا. هي زي ما هي، انت دي مش هتغير فيها حاجه. لو انت بلدك مش مؤهله واتولدت في بلد تانية، خلاص، فهتكتب طبعا يعني هتكتب نو، وتكتب بقى تحدد البلد التانية. هنا بيطلب منك الصوره، هتبتدي تخش هنا. وانا كنا عندي هنا صوره جايبها من على النت. خلاص. انكر اوف. طبعا الصوره دي مش مظبوطه، هي بس المظبوط فيها الابعاد، بس عشان اعدي فانا حطيت اي صوره. خلاص. يعني سيبك من الصوره. انكر اوف. هتكتب طبعا الاسم اللي انت كتبته فوق هنا، اللي هو اسمك كامل طبعا، احمد. احمد أه محمد. هنا كريم تقريبا، كريم امير. هو ده كده محمد. خلاص. الادرس هتكتب هنا العنوان بتاعك 11 عباس العقاد. وهنا هتكتب، هنا هنكتب ناصر سيتي اللي هي مدينة نصر سيتي. وهنا هنكتب كايرو. خلاص. وهتكتب هنا الزيب كود ده هجيبه من على النت، يعني مش محتاج. انا طبعا مش عارف الكود اللي ممكن نحطه ايه، فحطيت اي حاجه. خلاص. وهنكتب هنا ايجيبت برضو. طبعا هنا بيقول لك الكانتري اللي انت عايش فيها دلوقتي. لو انت عايش بره مصر فهتكتب البلد اللي انت عايش فيها. لو انت عايش في مصر فهنكتب ايجيبت. فون نمبر على فكره ده اوبشنال، فانت هو ملوش لازمه، انت مش هتستعمله في حاجه. فهنكتب 03 1 1 9 2 مثلا. ادي كده
انا طبعا انا بكتب اي حاجه. تمام، دي 2 4 6 8 10 كده تقريبا، ده كده رقم مصري. وطبعا نحط هنا دي زائد 2، هنا زائد و2 اللي هي مفتاح مصر. الميل بتكتب هنا الميل بتاعك @gmail.com. خلاص، الميل ده مهم عشان بيجيلك عليه كل حاجة. طبعا لما بتروح تقدم بره هم بياخدوا منك ال يعني بيحطوا الميل بتاعهم علشان ما تعرفش يعني تقدم، عشان ما تعرفش بقى تكمل، يعني تكمل التفاصيل بتاعتك. طبعا مش كل الاماكن، بس يعني معظم الاماكن بتعمل كده. فايه اللي يخليني ان انا اروح واقدم بره لما انا ممكن اقدم لنفسي؟ هنا بيقول لك ايه بقى، بيسالك هنا يعني انت مخلص ايه. خلاص، لو انت معاك ثانوي هتحط هاي سكول، لو انت معاك كليه هتحط يونيفرسيتي ديجري. خلاص، طبعا في ماستر، في هنا ماستر، وفي هنا لو خدت كورسات بعد الجامعه، وفي هنا لو معاك دكتوراه. طبعا في هنا يعني عملت بعض الحاجات بتاعه الدكتوراه في ليفل معين ما خلصتش يعني، وهنا دكتوراه. وطبعا انت لازم يبقى معاك ثانوي، اقل حاجه يبقى معاك ثانوي. خلاص، وبعد كده هنا unmarried. خلاص، لو انت سنجل. لو انت مش سنجل هتحط هنا تاني واحده دي بيقول لك ان انت متجوز، بس حد مش يعني مراتك مش او زوجك مش معاه الجنسيه الامريكيه، لان اللي هي اللي بعدها دي انت متجوز حد معاه الجنسيه. وهنا في مطلق، وفي هنا اللي هي الويديو دي اللي هي ارمله، وفي هنا ان انت منفصل بس معاك يعني باثبات، يعني ان انت معاك اثبات ان انتم منفصلين. طبعا لازم اي حاجه بتقدم عليها لازم تكون الحاله الحقيقيه بتاعتك دلوقتي، سواء انت بقى مش متجوز او متجوز او غير كده. خلاص، طبعا هنا لو في اطفال لازم يكونوا تحت السن بتاع ال21، لو فوق السن بتاع ال21 كانهم مش موجودين بس. وبعد كده هنروح دايسين هنا كونتينيو. وبعد كده هنا بيراجع بقى على كل البيانات اللي انت دخلتها، بتتاكد وتراجع وتتاكد ان كل حاجه مظبوطه. خلاص، عشان ما تفضلش قاعد طول الفتره بتاعت الانتظار دي ان انت قلقان. فخليك متاكد ان كل البيانات مظبوطه. خلاص، مجرد ما بتنزل هنا وتتاكد ان البيانات مظبوطه بتعمل سبميت. خلاص، لو انت عايز تعدل في حاجه بتروح دايس جو باك. خلاص، طبعا يعني انا هدوس جو باك عشان اوريكم حاجه بس. انت طبعا هنا لو انت ضفت ان انت عندك اطفال، يعني لو دوسنا هنا 1 خلاص، وكتبنا طبعا ان احنا متجوزين، فطبعا ده بيخليك ان انت اول ما تدوس كونتينيو بيدخلك على صفحه تانية. يعني بصوا كده، بيدخلك على صفحه تانية، بيطلب منك بقى البيانات بتاعت المدام او بيانات الزوج. بتدخل هنا البيانات، وبعد ما بتدخلها بيطلب الصوره وكل حاجه، وبعدها بتلاقيه هنا دخل في ايه، بيطلب منك هنا البيانات بتاعت الطفل. خلاص، يعني هنا هتلاقي اهو بيقول لك تشايلد 1، وبيطلب منك البيانات بتاعت الطفل. طبعا بتدخل كل البيانات نفس الفكره، وبعد كده بتدوس كونتينيو فبيجيب لك الصفحه اللي احنا فيها. طبعا انا هرجع هنا هلغي وهقدم ان ايه سنجل، هنا 0، او سيبها فاضيه اصلا مش محتاج ان انت تحط فيها حاجه. وهنحط هنا امارد. وبعد كده بصوا هندوس هنا كونتينيو، وبعد كده اول ما تدوس سبميت بيحصل ايه هنا، خلاص كده احنا قدمنا اهو، وبيقول لك ان هو خلاص استلم، ومعاك هنا الاسم اهو. خلاص، ومعاك هنا كونفirmation نمبر. ده مهم جدا جدا جدا. كل البيانات اللي قدامك دي مهمه، اللي هو سنه الميلاد او تاريخ الميلاد كامل مظبوط، والاسم والكونفirmation نمبر. طبعا انا هاخد سكرين شوت، لان هو انت يعني لازم تاخد سكرين شوت وتاخد البيانات دي كلها كوبي. خلاص، من اول خالص. هو كده كده ملهاش لازمه، بس عشان تعرف لو حد سالك بعد كده انت قدمت امتى تبقى عارف. خلاص، هو بص مكتوب فوق هنا كده التقديم اهو، بيانات التقديم والتاريخ اللي انت قدمت فيه والساعه والوقت وكل البيانات. هتاخد دي كوبي وتبعتها لنفسك على الواتساب. يبقى انت كده معاك كل البيانات، وعملنا كده تقديم مظبوط. خلاص، بالتوفيق للجميع، واتمنى